تعرف إن حتى لو صمت وصليت وزكيت وحجيت، في مرتبة كده من مراتب الإيمان ما ينفعش توصل لها إلا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد ووالد والناس أجمعين، وفي رواية ونفسه التي بين جنبه. وعشان نحب رسول الله بالطريقة اللي قالها ووصفها رسول الله لازم نعرفه، وعشان نعرفه لازم نعيش سيرته، نعيشها مش نقراها عشان نخلصها، مش نسمعها، لا نعيشها. عشان كده عملنا دورة السيرة، كيف تغيرك السيرة. السبب الثاني اللي خلانا نعمل الدورة إن إحنا محتاجين صفات كتيرة قوي عشان نعيش الدنيا الصعبة دي. المشكلة إن الصفات دي ساعات صفات وعكسها، يعني أنت محتاج تكون مرن بس في نفس الوقت صلب، محتاج تكون هين لين بس في نفس الوقت عندك من الشدة اللي تخليك تعدي من الموقف الصعب. فمحتاج قدوة، محتاج نموذج، محتاج حد تمشي وراه يعلمك. القرآن الكريم بين لنا ده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السبب الثالث اللي خلانا نعمل دورة السيرة، حاجة طبيعة في النفس البشرية. لو انت عندك مناسبة كبيرة قوي عاملها حد بتحبه، ورغم الناس الكتيرة دي واخد باله منك ومهتم بيه وبيناديك، هتبقى احساسك ايه؟ انا وانت لينا ميعاد، الرسول عليه الصلاة والسلام نبينا ليه عند الحوض. الرسول قبل وفاته بأيام طلع المنبر وقال خطبة وقال فيها: وأنا شاهد عليكم وموعدنا الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا. تخيل، تخيل إن أنا وأنت مع كل المسلمين من أول مسلم لحد آخر الزمان هنبقى واقفين عند الحوض. تحب تكون مهمش مستبعد، ولا يناديك ويبص لك ويقول لك انت حبيبي؟ النفس البشرية بتحب الاهتمام، علشان يوصل لده لازم تعيش سيرته. أبو مسلم الخولاني وصف لنا ده وقال: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنه عليه بحال حتى يعلموا أنهم أخلف رجال. هو ده الإحساس، هو ده الإحساس اللي المفروض يوصل لنا. عشان كده أتمنى إن أنت تلاقي وقت ساعة في الأسبوع معانا، تعيش معانا، تعيش معانا ساعة تبعد عن الدنيا، وكأن قلوبنا بتقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله. الله يرزقنا الجلوس والصحبة مع بعض في الدنيا عند رسول الله في المدينة، وفي الآخرة مع رسول الله.